بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى أن يغفر لمن أساء للحافظ ابن حجر العسقلاني، ألا وهو الشيخ عبد العزيز الريس أو غيره، حيث أتى بمقطع يقول أن الشيخ ابن حجر وقع في الشرك الأكبر ولكنه معذور. كيف معذور وهو إمام من أئمة الحديث، أئمة السنة، شراح البخاري، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ووصل إلى درجة قاضي القضاة في الدولة الإسلامية في زمنه رحمه الله، لأنه شيخ عبد العزيز الريس قرأ شعرا لابن حجر يقول فيه هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة. فتعرف أن الشعر، الشيخ عبد العزيز وغيرك، أن طبيعة الشعر الاختصار والحذف. طبيعة الشاعر يختصر ويوجز الكلام، وليس كلام إنشائي أو كلام خطبة أو دعاء يعني مفصل، إنما هو وجازة ولطاف. تعرف أن المنظومات الشعرية طبيعة المنظومات أو الشعر الاختصار والحذف، فقد يكون هناك جملة ما قرأتها جيدا في أول كلام وفي آخر كلام، أو أضمر شيئا في قلبه، لا يجوز لك أن تقول هذا الكلام، لا يجوز لك أن تقول كلام فيها خاصة في إمام من أئمة الإسلام، قاضي القضاة. هذا قاضي القضاة، مو واحد عادي حتى تحكم عليه بالشرك ولكنه معذور. لا، على إيش معذور؟ عذر على إيش معذور؟ هذا يعني سيتهمونك بأنك مرجئ، ستتهم بهذا الكلام بأنك مرجئ، لأن ابن حجر وقع في شرك أكبر وأنت تقول معذور. معذور بماذا؟ هو قاضي القضاة، كيف معذور؟ هو يحكم على الناس بالردة ويقيم عليهم الحدود وأنت تقول عنه معذور. فهذا أيضا سيأخذون عليك، اللي تسميهم تكفيريين، يأخذون عليك الكلمة هذه. والصواب أن ابن حجر أعلم من العالم اليوم كلهم بالشرك والتوحيد، بل أعلم من ابن عبد الوهاب بالشرك والتوحيد. والحق أن ابن حجر يصحح حديث، لأن ابن حجر يصحح حديث بلال بن الحارث المزني، حيث قال: يا رسول الله، وكان في عام الرمادة، أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. حديث معروف، قصة مشهورة، رواها ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل، وذكرها ابن كثير وجمع من أئمة الحديث وأئمة السير والتاريخ ذكروها في عام الرمادة. ابن حجر يصححها، ابن كثير يصححها. فتفاءل ابن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حديث ابن حجر أعلم من العالم اليوم بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح وما لم يصح. حتى الشيخ الألباني كان كثير ما يعتمد على ابن حجر في التصحيح والتضعيف. أليس هناك حديث في السنن في أبي داود: من سلم علي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وفي سنن النسائي أن لله ملائكة يبلغون عن أمة السلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تفاءل ابن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أو يصل إليه النداء والخطاب من أمته، وأن تعرض عليه الأعمال، في بعض الأحاديث تعرض عليه الأعمال. المهم، فتفاءل ابن حجر وهو إمام راسخ في هذا العلم، فهو عنده دليل صحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، يصل إليه نداء المحبين له عليه الصلاة والسلام والمتبعين لسنته، وخاصة ابن حجر من أكبر أئمة السنة النبوية. فرجى أن الله تعالى هو الذي يحقق له هذه الأمنية. لا شك أن نيته أن الله هو الذي يعطيه الشفاعة، ولكنه قال: يا رسول الله، الشفاعة يعني لا تنساني في يوم القيامة إذا أتيت في أرض المحشر، لا تنساني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لله معه ملائكة يعني يحفظون له أسماء محبيه والمسلمين والمصلين عليه، ومن يكتب الله له الشفاعة فإن محمدا صلى الله عليه وسلم على علم به
وملائكة يذكرونه به بإذن الله تعالى. فهذا هو حسن الظن بإمامنا ابن حجر. أما قولكم أنه وقع في الشرك، لا والله ليس بشرك، بأنه متأول، عنده أدلة صحت عنده، وهذا أيضا من الأدلة تبعد الشرك. ليس كل ما قل يا رسول الله فقد أشرك، فقد ورد في الأدب المفرد البخاري، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني، وذكره ابن النووي وابن تيمية، ذكره النووي في الأذكار، وابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في الكلم الطيب، وسكتوا عنه ولم يقولوا الشرك، حتى جاء الشيخ الألباني وضعف هذا الحديث ضعيفا شديدا، ألا وهو أثر ابن عمر حينما خدرت رجله فقال يا محمد، فذهب خدر رجله. روى هذا الأثر البخاري في الأدب المفرد وسكت عنه، ورواه ابن السني تلميذ النسائي في عمل اليوم والليلة وسكت عنه، وذكره ابن النووي في الأذكار ولم يضعفه وسكت عنه، وذكره ابن تيمية رحمه الله في الكلم الطيب وسكت عنه. هل هؤلاء يسكتون عن الشرك؟ لو كان شركا لتكلموا وبينوا. إذا ليس كل من قال يا محمد أو يا رسول الله فإنه قد أشرك، فإنه يقصد بذلك أن الله هو الذي هو الذي يشفي، وهو الذي يشفع، هو الذي يأذن بالشفاعة سبحانه وتعالى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليه نداء أحبابه في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة بإذن الله، يصل إليه بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.